النهاردة إحنا في مكان مختلف خالص معمول عليه بروباجندا بقاله فترة في اسكندرية، فكان لازم نروح نجربه. طبق تركي عامل حاجة عظمة، شوية ديكوريشنز ومكان كبير قوي نقدر نعمل فيه كل حاجة احنا عايزينها. ده كده كان الدور الأرضي بتاعه ترابيزات وكنب وكراسي. وهنا أول سيكشن عندنا هو متقسم سيكشنز كده. هنا عامل مكان لو عايز تذاكر، لو عايز تقعد، لو عايز قعدة لطيفة. وهنا كمان دي الصالة الرئيسية بتاعته، فيها طبعا عدد كبير قوي. وهنا عامل مكان مسميه سموكينج، هو طبعا المكان سموكينج بس هنا المكان ده ممكن تلعب فيه طاولة، تعمل فيه اللي انت عايزه. وكمان عندهم فراندا كده شكلها جامد جدا وقعدتها لطيفة قوي، وهتبقى حلوة قوي 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 لو انت عايز تقعد في اول دور كده. طبعا الديكوريشنز عندهم هايلة ورهيبة، وعندهم اماكن كتير جدا للتصوير. بجد اي حد هيروح المكان ده هيتبسط فيه. تعالوا بقى اوريكم العروض اللي هم عاملينها اللي مكسرين بيها الدنيا الفترة دي. تعالوا بقى أقول لكم على أول عرض. العرض اسمه سامر بيك. العرض عبارة عن فرخة واتنين شوربة ويبرك صرمة اللي هو الورق العنب وفستقلي رولاش ده اللي هو الجلاش وسلطة خضراء وعيش بالون. كل ده بقى ب350 جنيه. العرض التاني اتنين سمان من اختياركم سعرهم 150 جنيه. انا مش مصدق بصراحة. العرض التالت بقى هو بيدا باسترامي وعليها واحدة هدية بيدا زهتر. ده كل ده ب130 جنيه. تعالوا بقى اوريكم الدونر التركي اللي باللحمة ده اللي شكله يجنن. كل العرض ده بيبسي ودونر وفرايز ب120 جنيه. احنا بقى اخترنا كذا اوفر عشان خاطر نقول رأينا فيها وندوق كده مع بعض ونقول لكم كل حاجة كان طعمها عامل ازاي. سامحونا بقى، الفيديو ده فيه أسامي كتير عجيبة، الناس اللي بتحب الأكل التركي هي بس اللي هتفهمنا. وده كان أول حاجة معانا، طاجن السمان القمر اللي انتوا شايفينه ده، معمول كده عليه العيش كده من فوق. حاجة يعني رهيبة. هو طبعا سمان بالفريك في الطاجن اللي انتوا شايفينه ده. هنشوف واحنا بناكله هيبقى طعمه عامل ازاي. وهو مبقاش لوحده، هو معاه اوفر كمان، ان احنا قلنا عليه كمان واحدة سمان، يعني هما اتنين سمان مع بعض. يلا بينا. انا اول حاجه هبتدي بيها معاكم هي شوربه الكريمه بتاعتهم، هي كان فيها فراخ كده بجد من الحاجات المميزه. ودي بقى شوربة العدس. طبعا كلنا عارفين ان الاتراك مشهورين جدا بشوربة العدس وكان طعمها تحفة 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 بجد عجبتني قوي. تعالى بقى اوريكم الاختراع ده اسمه فستقلي رولاش. هو عباره عن جلاش عادي جدا، معمول جواه لحمه مفرومه وعليه جبنه، وعليه من فوق فستق. انتوا متخيلين الميكس ده وانا باكله كان عامل فيا ايه؟ كان موديني في حتة تانية خالص، بجد طعمه حلو قوي قوي قوي. من الحاجات المميزة اللي عجبتني، اللي لو رحت كل مرة هطلبها. وطبعا بقى نيجي لأهم حاجة، طبعا انتوا عارفين ان انا بعشقها، هي ورق العنب. ورق العنب التركي بقى كان معمول بدبس الرمان وصوص الليمون، فكان بالنسبة لي طعمه رهيب. انا اليبرك ده اللي هو يعني ورق العنب زي ما احنا بنقول عليه، كان عاجبني جدا لانه فيه مزازة كده بتاع دبس الرمان، بجد كان تحفة. تعالوا اوريكم اجمل حاجة عجبتني في اليوم، هتستغربوا جدا، هو عيش البالون. عيش البالون ده عيش بيبقوا لسه خابزينه حالا ولسه طالع لك. انا كنت باكله حاف، انا سبت الاكل كله وقعدت اكل منه لان هو بجد طعمه حلو قوي. وهم الاتراك برضو مشهورين بيه لان هو حاجة عظمة. عجب فاطمة جدا على فكرة. إحنا كنا طبعًا طالبينها نُص فرخة بس، يعني حاولنا نتّفق معاهم إن إحنا نطلبها نُص فرخة. زي ما أنتم شايفين حجم الفرخة عامل إزاي، بُصّوا الورك يعني بجد من أكبر الفراخ اللي شُفتها طلبتها في الفترة اللي فاتت في الأماكن كتير اللي أنا رُحتها. بجد حجمها حلو، مستوية من جوّه، ما فيش أي حاجة مضايقاني فيها، طعمها كان حلو جدًا، ومع الطحينة بتاعتهم كده بجد كانت جميلة أوي. الفراخ كانت طعمها حلو قوي، واحلى حاجة عجبتني فيها التتبيلة بتاعتها. وانا عادة مش بحب اكل فراخ من بره، بس احلى حاجة ان هي كانت نظيفة وكان طعمها حلو وكانت مستوية كويس جدا جدا. تعالوا بقى اوريكم البيتزا باسترامي، هي بالظبط نفس فكرة البيتزا بس على الطريقة التركية. كانت بقى محشية زيتون وبسطرمة وغرقانة بالجبنة الموتزاريلا. كانت بجد وهم وهم وهم، كان طعمها فظيع. من الحاجات اللي عجبتني جدًا في المكان على فكرة البيضة، يعني أنا لمّا أروح أول حاجة هاطلبها بصراحة هي البيضة، لإن هي كانت مميزة أوي، وكمان الoffer اللي هُم عاملينه عليها في حتة تانية خالص. ما أعتقدش إنك ممكن تاكل أكلة تركي، بيضة أو بيتزا في أي مكان في الدنيا وتاخد عليها كمان واحدة هدية، وكل ده ب130 جنيه. إحنا فين؟ تعالوا بقى هنا عشان الدونر ده
وهمي. أنا أكلت ماريا كتير، أنتوا عارفين إن هو نفس شكل الماريا، بس ده الدونر التركي. بس أنا أكلت ماريا كتير جدا جدا جدا، بس ما أكلتش بالطعم ده ولا بالتتبيلة دي ولا باللحمة البلدي دي. بجد كان حلو قوي، وعلى فكرة سعره حلو قوي على الأوفر اللي موجود. الأوفر اللي موجود سعرها 120 جنيه، معاها بيبسي ومعاها بيتزا ومعاها كمان صوص كده، بجد مخليها في حتة تانية خالص. بجد كان طعمها تحفة. أنا عادةً مش باحب اللحمة أوي، بس هي كانت بالنسبة لي فظيعة مع الصوص مع المخلل الخيار، كانت في حتة تانية. بجد يا جماعة لازم تجربوا المارية دي، رهيبة، رهيبة، رهيبة. ماريا تركي دونر، سموها زي ما تسموها، بس هي وهمية. الصوص اللي معاها ده بجد بجد أنا فعلا مش عارف اسمه ايه، بس هو كان مخليها كمان في حتة تانية خالص يعني. وانت بتاكلها من غير صوص في حتة، وبتاكلها بالصوص في حتة تانية خالص. تعالوا بقى ليا بقى هنا، عشان انا ايه، اكيل سمان شوية وبفهم قوي في اكل السمان. هنا ده بقى طاجن سمان بالفريك. الناس عشاق السمان ورايا دلوقتي على طبق تركي، عشان هتشوفوا حاجة وهتدوقوا حاجة ما حصلتش. الطاجن اللي قدامكم ده بجد يجنن. السمان حجمه حلو، فيه لحمة تتاكل، وبجد جميل جدا 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 ومميز قوي. وبرضه من الحاجات اللي لو رحت تاني اكيد 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 هطلبها. أنا باثق بقى في رأي سعيد أوي في الحاجات دي، وعارفة ومتأكدة إن الطاجن كان طعمه تحفة وشكله كان رهيب، والتحبيشة بتاعته كانت حلوة كده وحرشة أوي. دي حقيقة فعلا، هو كان فعلا متحبش بطريقة جميلة، وكان كمية الفريك اللي فيه حلوة، وحجم السمان بجد حلو قوي. فبجد لو أي حد عايز يروح ياكل سمان في طبق تركي، على ضمانتي هيتبسط قوي. طبعا العيش اللي على الوش ده كان تحفة تحفة تحفة. ضربت بيه كده بقى السمان المشوي، قلت أدوقه كده، عشان بصراحة السمان المشوي ده مش أي حد بيعرف يعمله، مش أي حد بيعرف يطلعه بالشكل اللي قدامكوا ده. سمانة كده ليها طعم مختلف، وليها فليفر حلو على التتبيلة التركية. طبق تركي من الأماكن المميزة قوي. يلا بينا على هناك كلنا. باي باي.